بالصدفة دبرت كتاب الاسم ديالو جريمة ولا عقاب، وفي نفس الوقت تفكرت واحد القصة من أبشع القصص اللي قريتهم، فيها غموض وخوف وقتل اللي كان بطريقة ذكية وما تطيحلكش في البال. بغيتي تعرف؟ بقى معايا حتى الاخر. وكيف العادة انا بطريقتي تصنت واستمتع وشد بلاصة ترونكيل، قهوة ولا عادي تحلي بيهم كليسة. بدينا. السلام عليكم. اليوم وبدون مقدمات عندنا قصة من أخطر القصص ديال الجرائم. غادي نهضروا على أخطر السفاحات اللي عايشين معنا، ولكن لسوء الحظ هاد القصة حقيقية. القصة ديالنا ديال اليوم وقعت في مصر، وبالضبط في محافظة بسيون. عائلة متكونة من 3 الخوت، والأم كبيرة في السن، وهاد العائلة تبارك الله عندهم أملاك، عندهم أراضي، عندهم ثروة كبيرة مقارنة مع الناس اللي عايشين في جنبهم. كيف ما قلنا، العائلة متكونة من الأم وثلاثة ديال الخوت. الأول واللي هو الكبير في الخوت ديالو، الاسم ديالو جمعة، وموراها كيجي صبحي، ومن مورا صبحي كيجي رمضان. وضروري نحفظوا الاسماء ديالهم حيتاش هما اللي طالعين عليهم هاد القصه. الكبير في الاولاد قرات الام ديالو تزوجو: اولدي راك كبرتي وخصني نشوف ولادك قدامي، خصك دير دار وخصك دير عائله وتكون راسك، شوف لك شي بنت الناس اللي تكمل معها حياتك. قال لها الوالد: انا ما عندي حتى شي وحده في حياتي وما كنعرف حتى شي بنت الناس. قالت له الوالده ديالو: انا عندي لك واحد البنت ظريفه مزيونه داخله سوق راسها وبنت الناس، شبان لك؟ قال لا، اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه، بسم الله توكلنا على الله. البنت اللي تزوج بها جمعه كانت الاسم ديالها صباح، كانت من عائله عاديه، ما غنيه ما فقيره، عائله متوسطه كما كنقولوا. والام ديال جمعه كانت كتحسس صباح فحال بنتها، واللي حبت الخطر ديالها كتجيبها لها حتى عندها، حيتاش العائله عندها معيش. حتى لواحد النهار جا الخبر بلي ان صباح حامله، وهذا الشيء خربق كلشي. وتقول لي كيفاش خربق كلشي؟ والانسان خصو يفرح ملي يشوف شي واحد غيتزاد في العائله. نقول لك غير ما تزربش، راه تعرف كلشي. اللي ما كانش عارف جمعه ولا العائله ديالو بلي ان صباح كان عندها عاشق اخر، كانت كتبغيه وكيبغيها. ولكن كيبقى السؤال هو علاش صباح قبل تتزوج بجمعه مع انها كان عندها الحبيب القديم. ولكن صباح ملي تقدم لها جمعه باش يخطبها، شاركت الموضوع ديالها مع الحبيب ديالها باللي واحد السيد من عائله غنيه من القريه ديالنا تقدم باش يخطبني. تما الحبيب ديال صباح قبل بهاد الفكره هادي، وكانت عنده خطه جهنميه. قال لها قبلي به وتزوج به، وملي تزوجوا سرقي الفلوس اللي عندهم واجينا عندي نعيشوا انا وياك الحياه. خطه جهنميه. لا، مع ان الحبيب صباح كانت الحاله الماديه شويه ضعيفه عليها ما تزوجش بها، ولكن صباح كانت عندها خطه جهنميه واقبح من الخطه ديال الحبيب ديالها. قالت له: انا ما نسرقهمش، انا هنقتلهم. نهار عرفت صباح بلي انها حامله من جمعه، تخربقات الخطه اللي كانت عامله هي والحبيب ديالها. والخطه كالاتي: كتغسل جمعه والاخوان ديالو والام، وغتورث الفلوس اللي عندهم وغتعيش الحياه مع الحبيب ديالها. صباح كملت الحمل ديالها وربي رزقهم بنت، والخطه اللي كانوا عاملينها خلوها على جنب حتى لواحد الليله اللي غتبقى خالده في تاريخ مصر. الاخوان ديال جمعه رمضان وصبحي سمعوا شي غوات ماجين من البيت ديال جمعه، ناضوا مخلوعين كيجريو لجهه البيت باش يعرفوا شنو هي السبب ديال هاد الغوات هذا. فتحوا الباب كيدبروا مرات خاهم كتبكي وهي فوق الناموسيه، كيهضروا معاها كيقولوا لها: مالك، شني خصك، علاش كتبكي؟ هي ما كتجاوبش. حتى لواحد الساعه هي غير ساكته وكتبكي. ونعسات صبحي ورمضان البيت بحال كتقول لهم مرافعين. ملي جراو الاخوان ديال رمضان ديك البيت دبروا اخاهم ميت فوق الفراش، تما عيطوا الاسعاف وجات وفحصوا السيد، ولكن كان الجواب ديالهم هو: عظم الله اجركم وغفر لميتكم. كيفاش؟ ولكن ملي فحصوا جماعه دبروا بلي ان الموتة كانت عادية. الغريب هو أن صباح كانت كتبكي واحد البكاء غريب. حتى في الأيام ديال العزاء والعدة كانت فيما كيتجبد الاسم ديال جمعة كتنهار بالبكاء. الأم ديال جمعة ملي شافت صباح في ديك الحالة هذيك وفيما كيتذكر الاسم ديال جمعة كتنهار بالبكاء، جاتها واحد الفكرة. قالت بلي أن جمعة خلى بنت صغيرة وما عندوش شكون اللي يتهلا فيها من غير
صباح، ولكن صباح هي ما تقدرش مثلا على المسؤوليه ديالها، اري نجوج لها بني اخر اللي هو صبحي. يعني قالت الام ديال جمعه بانه غادي يكون هو الانسب، بحكم ان هو خاه راه هو اللي غادي يهز المسؤوليه ديالها، هو اللي غادي يكون احن واحد ليلى. تما عرضت على الام ديال جمعه على صباح هاد الفكره هادي، وافقت ديك الساعه بدون تردد. وحتى صبحي كان موافق على هاد الشيء هذا، حيتاش ما بغاش يعطي بنت خاه لشي واحد اخر اللي ما غاديش يتهلا فيها اصلا. صافي من بعد ملي كملت العده ديالها وكملت ديك 40 يوم، تزوجت صباح بصبحي. من بعد ما دوزت واحد 3 شهور تقريبا، والامور كانت في المنزل شي شويه ماشي هي هذاك، حيتاش عاد مات جمعه والاحزان كيدوروا بين الدروبه ديال البيت. حتى لواحد الليله اللي غريبه نوعا ما، تسمع الصوت ديال البكاء ماجي من بيت ديال صبحي. تما الام وخاه رمضان عملوا نفس ردة الفعل اللي عدلوها في الاول نهار اللي كان توفى جمعه، مشاو كيجريو للبيت باش يعرفوا ديال هاد الغوت هذا. ملي دخلوا عليها للبيت دبروها كتبكي، واحد البكاء اللي عاود كبير وشهيق ياك لاباس الشريفه، ياك لاباس مالك اش واقع، علاش كتبكي؟ ملي دوروا راسهم عاود كيدبروا صبحي ميت فوق الفراش. ديك الساعه جراو عيطوا للاسعاف وجات، وفحصوا السيد قالوا باللي السيد مات الله يرحمه عظم الله اجركم. وفي ديك الوقيته الام انهارت بالبكاء، وخاه رمضان حتى هو كذلك، وزيد عليهم حتى صباح حتى هي عاود كانت كتبكي بزاف وبحرقه. ولكن هذا الشيء ماشي عادي عند الناس، حيت وجدوا كيشكوا بهذا الموضوع هذا، كيقولوا كيفاش ان السيد الاولاني مات بواحد الطريقه كنقولوا مثلا عاديه، ولكن الثاني مات بنفس الطريقه اللي مات فيها خاه الاولاني. راه ما يمكنش هذا الشيء، راه كاين شي حاجه تما. وهنا في غادي يبدا التشويق اكثر واكثر، وهنا غادي تبدا القصه ديالنا. من بعد 6 شهور باش مات صبحي، كانت الام ديال رمضان وصباح والزوجه ديال رمضان جالسين مع بعضياتهم بحال هيدا في الصباح. يعني كانوا جالسين جلسه عاديه، وكلشي ضحك كلشي نشط، ويعني الموت دازت عادي، ما بقاش الانسان مثلا يفكر دائما الموت. ولكن هاد الجلسه ما كملتش عادي. الام ديال رمضان مشات للبيت ديالها باش تسكى، ضربت ساعه 2 3، الام ما خرجتش من البيت مره. مشى رمضان كيدوق عليها في البيت، الام ديالو كاع ما كتجاوب، كيدوق والو ما كتجاوبش الام ديالو. قال ما نعرف زعما تكون يعني باغيه شي حاجه شي ماكله، حيتاش الام ديالو ما مولفاش انها كتنعس بزاف. واحد الساعه فتح الباب، دخل كيدبر الام ديالو ميته. رمضان ديك الساعه تصدم واحد الصدمه اللي كبيره، حيتاش عام واحد مات فيه جمعه الاخ ديالو الكبير، ومات صبحي، ودابا ماتت الام ديالو. واش هادشي عادي؟ الاسعاف عاود جات وفحصوا الام ديال رمضان، ولكن كيقولوا بان الموت عاديه. سولوا صبحي قالوا له واش الام ديالك كانت مريضه ولا واش عندها شي مرض مزمن ولا شي حاجه بحال هيدا. كيقولوا له لا، الام ديالي كانت مزيانه، كانت بخير وعلى خير، ضحكه ناشطه، دخلت للبيت ما خرجتش. ولكن الاهل القريه شكوا في هذا الموضوع بزاف، حيتاش ما يمكنش ان العائله كامله كتموت واحد مورا واحد بواحد الطريقه اللي غريبه. اهل القريه عطاو واحد التفسير لهذا الموضوع هذا، او عطاو واحد الفرضيه لهذا الموضوع هذا، قالوا بان هذا البيت هذا ممكن انه يكون مسكون بالجن. والصباح ملي كانت كتسمع هذا الامر بحال هذا كتنهار بالبكاء، وكتعمل راسها بحال اللي كتصرع، بحال يعني كنقولوا مثلا شي واحد كيكون فيه الجن كيطيح للارض وكيبدا يترعاد، فهمت يعني انه فيه الجن. ولكن هي كانت كتمثل. علاش؟ حيتاش خاصها ضروري تطير الشبهه عليها وما تخليش الانظار يجيو ليها. وهذا المنزل هذا راه ما فيه لا جن لا مولاي بيك ما كيقولوا، حنايا عارفين شكون اللي قتل. من بعد ما ماتت الام ديال رمضان وصبحي، بحال نقولوا مثلا المنزل اخوه، يعني رجعت ساكنه في تما غير صباح والبنت ديالها. صباح ما بقاتش انها كتعيط للحبيب ديالها، رجعت كتجيب واحد للدار ويبقى معها. الناس ديال القريه ملي كانوا كيسقسيو صباح على شكون هذاك اللي كيجي للدار، حيتاش الناس فيهم البلوه بطبيعه الحال غادي يعرفوا شنو كاين، كتقول لهم لا هاد السيد هذا العيل خالتي، وكيجي عندي من المدينه باش يطلع عليا ويطلع على بنتي.
السيد في كل مره كيجي عند صباح اولا الحبيبه ديالك كما نقولوا، كان كيجي في يدو كل مره سخره، مره حليب مره دانون مره هادي مره الروز مره شي طيار شبهه عليه. حتى واحد الليله بالليل قرر الحبيب ديال صباح انه يجي عندنا للدار، ولكن رمضان ما كانش في الدار، خرج. ولكن شكون كان في الدار؟ الزوجه ديالو. ولكن لسوء الحظ ان الزوجه د رمضان كانت باقا صاحيه، يعني ما نعساتش. السيده ملي طلت عيدها من الشرجم كتدبر ان السيد كيدوق في الباب، ملي كتشوف الساعه كتدبر الليل، واش السيد عادي يجي يزور بنت خالته في نص الليل؟ راه ما يمكنش، شي حاجه ماشي هي هذاك. يعني الزوجه د رمضان شكات في الموضوع، وصباح عرفت بلي ان الزوجه د رمضان شكات في الموضوع. صباح ملي شافت هاد الشيء هذا عملت واحد الخطه، قالت باللي قبل ما تفضحني الزوجة د رمضان مع رمضان اولا مع الناس راني نقتلها. يعني الموت ديال الزوجة د رمضان ما كانش في الخطة ديالها، يعني ما تستفد منها حتى شي حاجة، وهي قتلاتها. واش عندها شي ورث؟ واش عندها شي حاجة؟ ما عندها حتى شي حاجة. يعني واخا تقتلها ما تستفد منها حتى شي حاجة، ولكن كان ضروري خصها تقتلها باش تحيد الشبهة عليها وما تفضحهاش مع الناس. وداك الشيء اللي كان الصباح بلاتها. من بعد رمضان ملي رجع من الخدمة ديالو دخل للدار، ومع الدروج شم النسمة ماشي هي هذاك. دخل البيت كيجري، شعل الديوان، دبر الجثة ديال الزوجة ديالو مسيبة في الأرض. مسكين رمضان مات جمعة، اللي خاه الكبير مات صبحي، وماتت الأم ديالو، ودابا الزوجة ديالو. كيفاش غتكون الحالة ديالو؟ من بعد ما عيط رمضان الإسعاف جاو وفحصوا الجثة، ولكن دبروا واحد الحاجة اللي غريبة. تما لاحظوا الأطباء بأن عندها واحد الشرطة دايزة من هنايا ديال الدم خاطر. ملي استعانوا بالطب الشرعي قالوا بأن هاد السيدة هادي ماتت مخنوقة. تما بدات الشرطة بالتحقيق، حقوا مع جميع الناس اللي كاينين في ديك المنطقة هذيك، وخصوصا حقوا مع صباح. وصباح كانت كتقول باللي انا ما عملت والو، انا ما خنقتش، انا ما قتلتش. ولكن المفاجأة هو ان واحد البنت هي اللي غتدخل في التحقيق. اللي عملوا التحقيق مع هاد البنت هادي كتقول باللي اللي قتل جمعة واللي قتل صبحي واللي قتل الام ديالو هي صباح، الام ديالي. البنت ديال صباح اللي كان باها هو جمعة الاولي الاخ ديال صبحي ورمضان، دلات بالاقوال ديالها وهادشي اللي قالت. وملي مشات عند الشرطه قالت لهم بلي ان الام ديالي كتهددني وكتضربني وكتقول لي عندك تقول شي حاجه. وزيد عليها بغيت نقول لك بلي انا كل نهار كنسمع بلي الام ديالي كتكلم مع الحبيب ديالها في التليفون، وكنسمعهم بلي انهم كيخططوا الجرائم ديالهم كاملين، وانا ما قدرش نهضر. الشرطي كيسمع عن هاد القصه هادي وطلق ودنو معها، وقالت له بلي انني كنت كنسمعهم بلي انهم كيستخدموا واحد السم اللي الاسم ديالو الزرنيخ. وهاد السم هذا واحد السم اللي ما فيه لا طعم لا رائحه لا مذاق لا حتى شي حاجه، ما كيبانش عليها. هما كانوا كيقولوا بلي ان الاخوه اللي ماتوا كاملين والام ماتوا موتة عاديه، ما بانوا فيهم حتى شي حاجه. يعني خصهم يعدلوا واحد الشريح اللي كبير عاد باش يبان هاد الشيء هذا. يعني من بعد ملي وقع هاد الشيء هذا، ملي سمعوا التحقيقات ديال الابنه مشاو ديريكت لعندها للدار وشبروها. ولكن ما شبروهاش هي بوحدها، شبرو حتى الحبيب ديالها اللي كان هو يعني اليد الثاني ديال صباح. من مورا هادشي هذا كامل تحكم على صباح بالاعدام. يا اخوان، كان هذا هو الاخر الفيديو. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى ملي يعجبك الفيديو تخلي واحد الجيم معك واحد الكومنتار، وما تنساش تشترك معنا في القناه باش تشجعنا باش نديرو فيديوهات اخرين ونطوروا في المحتوى ديالنا ديال القصص. وشكرا بزاف حيت وصلتينا هاد اللقطه من الفيديو. شكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو اللي ما جاي ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم، تهلاو.